خلال هذا المقطع سوف تشاهدون فضائح كارثية. جوري المغربية كانت طعم وفخ سقط فيه الكثيرين من دول الخليج، وقريبا هي لن تنشر شيئا لأنها لا تمتلك الأرشيف، بل معازبها هم من سينشرون كل شيء. انتظروا كوارث ستهدم أسرا وتسقط شخصيات أرضا خلال ساعات بعد الآن. سوف أنشر لكم مقاطع كاملة، ولكن فضلا منكم لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. أترككم مع المقطع. إعلاميين وسياسيين ورياضيين وحتى يمكن اقتصاديين ومشاهير يصورون لهم أفلام، تم تصوير لهم أفلام. فسألته قلت له يعني شنو الموضوع؟ قال حبيبي هم الارشيف لاي سياسي واي رياضي واي شاعر اللي يبونه يجيبونه. اذا ما جابك بالمال جابك بالنساء بدون اي مبالغه. والله العظيم ان جزء كبير متورط وماسكين عليه افلام وقاعدين يهددونهم مقابل تأييد لبعض القرارات والاراء السياسيه. قسما بالله يا جماعه ترى المساله مو مساله فلوس، المساله اكبر من ذلك. الفلوس تخلص، تعطيني اياها اليوم بعد سنه خلصت. ليش اتمسك فيك؟ يعني عطني الفلوس ثانيه عشان اتمسك فيك. لا، هم اذكياء، يقطوا لك محباله يلا تعال نستانس وكل شيء مصور لك. لذلك هذه دعوه لجميع الناس، اذا شفت لك سياسي او حتى رياضي او حتى شاعر يعني ما امك علاقه يا رجل يأيد قرارات سياسيه، اعرف ان المساله ما هي مساله فلوس، هذه مساله فيلم لو نشروه راحوا خرايطها. انتهى اجتماعيا واقتصاديا، انتهى اجتماعيا وبمجاله، يعني انتهى انتهاء تام.